بما ان كل البلوجرز بيتكلموا على عروض سبيكو المكرونه ام 3 جنيه، فتعالوا نشوف بقى 1000 جنيه بحالها هتجيب لنا ايه من هناك. فيلا بينا بقى نبدا التحدي. فاحنا الخطه كالتالي، اول حاجه عايزين نعمل غدوه حلوه للبيت النهارده. فانا شايف هنا ان في كيس ملوخيه سعره 10 جنيه كده. اول حاجه جبناها يا جدعان، لقيت جنبها على طول الفرخه ام 100 جنيه. طب والله حجمها كويس، يعني بصوا حجمها جنب وشي عامل ازاي. وطبعا اكله الملوخيه والفراخ ما تحلاش من غير رز، فالمفروض في كيس رز سعره 23 جنيه. فتعالوا ندور عليه. هو فين اهو يا جدعان، لقيناه. أرز مصر فاخر سعره 23 جنيه. كده احنا اتغدينا، فاضل نحلي بقى. ففين بقى السكر الرخيص هنا؟ الله يا جدعان، انا كنت مسقط خالص ان الاكل محتاج سمنه. فاحنا عندنا هنا سمنه رابي وسمنه جنه، الكيلو ونص سعرها 152 جنيه. فيلا بينا نشتريها. دوم يا جدعان جبال سكر من ابو 26 جنيه. ده يا جدعان اسمه احلى مذاق. فيلا بينا نشتريه. كده احنا بقى مش فاضل لنا غير لبن عشان نعمل كوبايه شاي باللبن بقى اللي بمزاج اللي بعد الاكل. فنجيب بقى لبن بشاير ب 15 جنيه، ده نجيب منه كيستين. المشكله يا جدعان اللي انا جايب كل ده ولسه ما عدتش ال 300 جنيه، وهم عاملين هدايا على كل فاتوره ب 300 جنيه واكتر، وفي 233 فايز وليله. يقول لك ايه مع صفقات سوبيكو. هو الصراحه يا جدعان المكان مليان صفقات بشكل مغري قوي. اللي هم عاملين على البامبرز ده كاش باك 50 جنيه عند الكاشير. حاسس ان انا عايز اشتريه مع اني مش عارف استخدمه في ايه. ضمن الصفقات هم عاملين كيلو لحمه مفرومه ب 100 جنيه اللي هي بتاعت ابو ماجد، بس العرض ده هيكون بكره الجمعه، فنبقى نروح له بكره بقى باذن الله. يا جدعان انا جبت كل حاجه والفلوس مش راضيه تخلص. نجيب مناديل طيب، والله 3 اكياس سعرهم 60 جنيه. تمام، الباك دي كلها سعرها 105 جنيه. اشتريها يا معلم. كيلو كبده اسكندراني 145 جنيه اشتري. تقريبا كده يا جدعان احنا جبنا كل خزين البيت وما غطيناش ال 1000 جنيه وبس. بقى يا جدعان الحمد لله ال 1000 جنيه كفت وزياده. هي عامه العروض دي كلها موجوده لحد اخر الاسبوع في كل فروع سيبيكو، وعنده تقريبا اكتر من 25 فرع في اسكندريه والقاهره وكل المحافظات. وبس بقى، سلام.